السيد عثمان يخفي خطته السرية عن الجميع. الكل يعتقد أن عثمان فعلا تحالف مع نيمان ودخل تحت إمرته، خاصة السيدة بينجي التي ترى أن عثمان لا يسعى للانتقام لزوجها أوكتام. عثمان لا يريد أن يكشف عن خطته السرية لأي أحد لكي تتم بنجاح، وهذا الأمر سيتسبب له في مشكلة مع السيدة بينجي، لأن السيدة بينجي سترغب في الانتقام من نيمان بأي طريقة وبدون انتظار السيد عثمان. السيدة بينجي ستخاطر بنفسها لاغتيال نيمان، وهذه المحاولة ستؤدي بها إلى الموت لا محالة. من جانب آخر، جاراكوتاي ظهر في الإعلان الترويجي وهو حي يرزق، ويبدو أنه ما زال سيواصل مسيرته في مسلسل المؤسس عثمان لعدة حلقات أخرى، ومن المحتمل جدا أن نشاهد جاراكوتاي عريسا للمرة الثانية. وقبل هذا الزواج سيتم تضمين أبناء جاراكوتاي كايا ألب وبامسي في المسلسل. في نهاية الإعلان الترويجي الأخير نرى السيد عثمان قد ذهب إلى اللحى البيضاء، ويبدو أن هناك تطورات مهمة جدا ستحدث في الحلقات القادمة تتعلق بتأسيس الدولة العثمانية. يقال أن الحلقات القادمة ستشهد نقلة زمنية مدتها عام تقريبا، وعلى ما أعتقد بعد هذه النقلة الزمنية ستؤسس الدولة العثمانية رسميا.